بصمة ونصيب. أنا اللي أقدم زوجي حتى يدير باله زين وياخذ حذر. السيد سرحان ذياب غنيمة. إذا هو الموضوع التفاخر بالأسماء، فأنا هم زوجي اسمه جميل ذياب غنيمة. سرحان هاي انت وين كل هالسنين؟ البارح ما غمضت لي عين من شفتك. شلونك اخويا؟ لهنا بس. هاي شكو. اشو انت ما تشبه نفسك؟ هاي شبيك سرحان؟ انا جميل اخوك. جميل ايه، بس اخويا لا. نعم. قدام الناس احنا اطراف في شركة، اصحاب مصالح، بس اخوة لا. ليش؟ ابويا يعرف انت متزوج مادلين مو؟ وش بيها مادلين؟ مو من ثوبنا. انا هسه سرحان ذياب غنيمة اللي اسمه علامة هالايام. وضعك الزوجي يزعزع اعتباري الشخصي. انا علاقاتي مو بس بالتجار، ولا بالصناعيين وبس، ولا بشركات عربية ودولية. أنا دا أرشح هسه لمنصب إلى وزنه. يا أخي مترشح، أنا مانعك، صوتي على صوتك. خلاص، تشابه بالأسماء فقط. أصحاب مصالح، أخوة الدنيا. أنت مستنكف مني؟ لا بالعكس، أنت رجل أعمال تهرب وترشي كملها. تجرحك مو؟ سرحان أنا هسه مثلك، الاعتباري بين الناس وإلي كلمة، والمادلين همين. مديري اللي كنت أنظف له المرافق الصحية دا يودي بيض وخضروات لبيتي، ودا يصلح بناكر سيارتي هسه. شفت شلون تغير الوضع؟ إذن وضعي هذا مشرف إلى قيمته، وهاي نتائجه. مثلك. مثلي؟ عشان شنو؟ حرام؟ حرامي كبير، بلدوزر. احنا نسميك البلدوزر لأن أنت تسحق كل شيء يعرقل طموحك للمال والقوة. احنا متشابهين، الفرق نوع عملنا بس. كنت فطير، جملة واحدة ما تقدر تقولها من سطر واحد. الكار هذا يعلم. تفضل، انت متعلمت؟ الأهل شنو هم؟
من دل بيتهم وبعدهم أحياء. نص مرض أبويا غيبتك وعذاب أمي سرحان. أنا يمكن يشوفوني يلقاني مهما بلغ مستوى انحطاطي أعرف شنو الأب وشنو الأم وشنو الأخ وشنو يعني الأهل. هاي ايش بيك انت؟ شو تشوفين؟ من البارحة من طلعنا من الحفلة إلى هذه اللحظة أنت مو على بعضك. مين تعرفي سرحان؟ جاوبي. مين أعرفه؟ أهله كانوا جيران أهلي وإحنا تربينا وإحنا صغار، وبعدين كل من راح بطريقه. وجمال أخوه طبعا. إيش مدريك؟ بهيجي مناسبات ينكشف الغطا من المستور، يتضح كل واحد ومعدنه. إيش تبين معدنه؟ تبين. وإيش تعرف من معادن الناس؟ عرفت انه اني وسط غابة مليانة فخاخ منصوبة. ما اريدك توقع مثل وقعت غيث. بس هذا موظفة يوم واخلاقها كل زينة. انا سألت عنها بعدين هي رايدة خاطر هواية. زين وضعهم شلونه؟ اهلها يعني ايش عندهم ما عندهم؟ ابوها عنده مطعم، بيتهم ملك وعندها اخوة 2 اصغر منها. لو خايفة تطلع طماعة مثل لمياء. الناس ما لها امان ابني. أنا همين ظلمتك وياي، ولا كان هسه من 4-5 سنين وانت متزوج. اعرف حساسيتك من هالموضوع. لهالسبب أجلت هواية وكرست كل وقت لخدمتك. أما هسه فعاد أنت كيفك. أشوفها ابني، أحكي وياها، تسمعني أسمعها. غيث أنا مجروح ابني، وجرحي بعده ما طاب. بعد كل هالسنين غريبة. معقولة يوم معقولة قلبك يحمل هالقد غيظ؟ وعلى ويش؟ كل واحد يشوف اللي يصرف له. الحمد لله انت بخير ومهندسة معروفة. غيث أنا غيظي مو عليه ولا عليه، غيظي على نفسي. أظن ما قصرتي. ما أوصيك أبو مكي، خويك سند إلك ومستعد لكل شيء. عرفت يعني هذا اختصاصنا احنا. يجرى لك وداعة أبو نمر يجرى لك. بس أقول يعني لو نتفاهم على مود شغلة التصدير. ما يخالف، خل أشوف دردي أصعد. قصدك سرحان؟ أبو مكي نعم. أنا أدري هاي العظام والجلود تدزها برا وتستورد بمكانها بضاعة ما توصل،
وهاي الكم ألف دولار اللي ترصفها ويا حسابك برا، ترى هذه مسة منك. صدقني مسة منك. أبو مكي، انتظرني كم يوم. تعرف هذه أيام تمشي. اعطيني كم يوم أخلي جو البضاعة، هذا الرزمات مال الجلود أخليك تودي بلاوي أخليك تودي. وإذا عندك استيراد بضاعة تودي الأسواق، أنا أفتح لك أسواق برا وأخلي لك الدولار والاسترليني يلعب هناك. وردة. جيد. وداعة ابو نمر تصعد وعيوني اني تصعد. اي ما تحكي لي عاد ويا هذا خالد ابو الازبست. خالد؟ وخالد هذا شويه يعني شكو عنده 20 عامل مصابين بالاسبستوس، والحكومه محملته المسؤوليه. وانت تعرف العمال وشغلاتهم هذول حتى يضوجون من اجهزه الوقايه، يعني نجيبهم منا ويذبوهم منا. ما علينا، البيت تدروا مثل جماعتك اللي يشتغلون بالدباغه مال الجلود، لول بيهم اسبستوس، ذول ما علينا بيهم، اكو غيرهم يشتغلون غير شكل. هسه اقدر اروح لك ساعه الطيران اجمع لك لوري كامل هيجي. يا علي وش مهتم انت؟ يلا فتح لك شو ترخص عني. يا اهلا وسهلا. شرفتنا ابو نمر. والله يا هلا ومرحبا. انا جيت على اسم الكليه لهسه، فانت تصرف بكياسه وثقل ولا تحسسي انا جيت عليك. معقولة هاي الشركات اللي دا تطلع الاعلانات عنها بالتلفزيون ايدها عليها. قريت اسمها مرة مرتين، شفت اعلانات همين، بس ما اجى ببالي هو اخويا. قلت مجرد تشابه بالاسم. ما علينا، هو موجود وده يعيش أزمة كفاحة وضايع بيها، مثل شص تاخذ السمكة للبحر، يحاول يتجاهل ماضيه وأهله وناسه. معقولة سرحان بيناتنا وأمي وأبويا صار مرضهم المزمن، ما يجي ليسأل ليتفقدهم؟ معقولة قلبه قاسي إلى هالدرجة؟ أخاف مريض جميل. هو مريض فعلا، عنده قلب وسواس الثراء، يمكن إذا تشوفيه ما تعرفيه. المهم لا تقولي لا لأبويا ولا لأمي، زين؟ وحاولي أن تبعدين سرحان عن البيت هسه، بس أنت حاولي أن تقتربين من عنده. على كل روحي طلابك هسه وبعدين اصرفي. نجلة، هذا أمر واقع ولازم تواجهيه بشجاعة. يلا مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير بنيتي. هلا خالة، ايش رايدة؟ بنتي، هذا بيت ابني جميل. ابنك؟ خالتي تفضل. تفضلي خالة. سوي ماما للطفل. بلي عمي. أنا ما متوهمة، هذا بيت ابني جميل. ايه عمه، واني زوجته مادلين. ما شاء الله. أقول كل ما نقول له ليش ما تتزوج يقول مو وقتها هسه. أثار متزوج هيك وحدة حلوة وأرباب. الله يخليكم ويسعدكم بنتي. أشكرك عمه، احنا عندنا 2 أطفالهم. ايش مالهم مخلفين؟ الله يخليهم لكم. عاد حلوين مثلكم؟ أي حلوين. أقول لعد ابني جميل وين؟ أقعده؟ لا 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 لا، خليه لا تفززي، خليه ماخذ راحته بنومته. أنا اجيت على مود جميل. شلونك يوم؟ أبويا شلونه؟ نجلة شلونها؟ أنت شلونك يما؟ هني؟ يعني
الحمد لله. مشاغلي هواية هاي المشاغل اللي خلتك ما تشوفنا كل هالأيام، يوم يومين سنة سنتين، هيك جمولي. يوم أنا مقصر بحقكم هواية، حقكم علي، بس شو أسوي يعني؟ ما أدري نشوف التليفون. يوم شلونك يوم؟ أبويا شلونه؟ تسأل على أبوك، هسه تسأل على أبوك جميل. أبوك تعبان، تعبان. دزني من المستشفى أدوركم واحد واحد. يريدكم توقفون أدراسة هالأيام. هو بيا مستشفى؟ بالمستشفى اللي جبتك بيه. أيام نسيتها. لازم أدبها برقبتك. هو أكو غيرك أتشلب بيه؟ هنيالك هنيالك جمولي على مرتك خوش. أقول هي لقيتك لو أنت لقيتها ونسيت أهلك وناسك. يوم هذا ابن عمها له، هي مكلفتها بقضية تخص مصالح شغلنا. يلا يوم قومي روحي للسيارة، انتظريني هناك على ما أبدل ملابسي. يوم ليش ما تريد أنتظرك هنا؟ لا يوم يعني أقول يمها جمولي صدق مرتك راقصة. منو قال لك؟ ماكو شيء يلا مو بهالأيام. لا هذا نفاق، وداعتك يوم حسد أي شيء. ماشي، احنا نبقى على رهننا، واللي يربح ياكل. يلا يوم تفضلوا هاي السيارة، يلا. ماشي، مو قلنا اللي يربح هني. يا عيني عليك جمولي. يلا يوم يلا. لا يوم، ابقى انت، ابقى يا مرتك. لا ابقى جهالك، اخاف مرتك مشغولة. ابقى يوم ما يصير يعني. اني انت يوم اقصد مادلين تجامل هوايه واني وضعي شويه صعب هنا. لا شوفوا بعين، أنا كان لازم ما أجي. حرجتك بجهتي مو يمه سوداء بوجهي، ما يخلفوني صح بثوب. أنا رايحة أقول لذياب جميل ابنك مات. أنت تعرف أبوك دائما يريد راسه يبقى مرفوع، حتى وهو دا يموت يريد راسه مرفوع. ما أظن تنكر عليه قطرة الحليب اللي شربته وتعز عليه موته براس مرفوع. حبيبي جمولي مات بس موته يشرفك. تدري منو خابر؟ شبيك؟ ابويا بيموت وهم 3 ساعات. ايوه شلونك هسه انت؟ حنين على ابوك ورقيق على امك. تعال حبيبي تعال.
نعم. اهلا وسهلا. لحظة استاذ طالبي. حولي على المكتب. نعم. يتكلم. إيه؟ بابا هذا المشروع ما يخصني إلي وبس. طبعا لا. هسه مشروع الأمونيا مو أنا ركضت بيه، مو الهطت بيه، صار فلوس، صار مال. إيه هذا نفس الشيء. أنا واثق منه لأن نجح، واثق من نجاحه. هذا مشروع الغار أنا أيضا واثق من نجاحه. ما يجون اليوم يجون باكر عليه. أنا لما آخذ 100,000 دولار وأزرعها غار معناها أمنع الاستيراد. طبعا أهل الصابون وين يروحون؟ يجون علي. ذاك الوقت أنا ما أبيع. ما أبيع. أعرف استثمارات وأراضي وفلح ومكاين وبذور، ليش ما أعرف؟ غشي مانع الشغلة؟ إيه؟ إذا مو من عندكم آخذ من المصرف. أسلف من المصرف وأشتغل. إيه عندي استثمارات أرهنها وأسلف وأشتغل. خلاص خلاص. حتى أنا روحي من سيد الوزير ويوافق على المشروع وعلى فكرته ونبدي. يلا مع السلامة. باوع هذه الضارة طيل الخبير الزراعي. زين. هذه الدكتور أكثم. هذا الدكتور فياض. وهذني توزعون على التعاونات بالمنطقة. زين. وتتابعون آرائهم بالمشروع باستمرار. استاذ باوع تاخذ هدايا من منتجاتنا توزعها، و500 دينار تصرفها مكافآت، وحتى يوافقون على المشروع. انتم اوحوا لهم انتم بذلك. صار يلا. بس اكو اكو ناس جايين عليك. من هذول الناس؟ بعد كل هالسنين كبرانة هواية. صاير زنقين. هذا مرض ما كنت متعود عليه، بس صار إدمان. مبين هالإدمان. على كل ماما بابا شلونهم؟ عادل أخباركم؟ تسأل علينا وانت عايش بيناتنا؟ ليش ما جيت كل هالسنوات ولو مرة واحدة؟ قد 5 دقايق سرحان، قد 5 دقايق تشوف بيت أبوك، تتفقد أهلك، تشوف الناس اللي عفتهم ورحت، تشوف البيت اللي عشت بيه وعشنا بيه. زحمة الشغل الأيام نجلة. اقعد. مو قوية هالزحمة، مو قوية هالزحمة تخليك تنسى أهلك وتسد إذنك وعقلك عن الناس اللي ربوك وعشت وياهم. هي الحق لكم. 12 سنة 12 سنة وأمي كل يوم صبح وليل تقعد وتصحى تحلم بيك، تتفقد أخبارك، تسأل عنك. 12 سنة وأبويا يحاض على إيده ندم على ذاك اليوم اللي طلعت بيه زعلان، وذلك انت يمنا وناسينا. ليش سرحان؟ ليش هالشكل؟ على الأقل إذا مو ذبنا واحد، مو عرضنا واحد، فإحنا زادنا واحد. كافي نجلة، كافي أرجوك كافي. أنا تعبت، شبابي تعب. شنت أشعر نفسي أنا صفر ولازم أبدي من الصفر. فقمت ألهط وأركض وأتعب وأسحق كل شيء قدامي، كل شيء سحقته قدامي. سحقت حتى عواطفي، حتى أحاسيسي، حتى مشاعري، سحقت حتى حقوق الأهل علي. كنت أنا منبوذ، قلت لا شيء، أريد رد اعتبار يوقفني على حيلي. وجاك هالاعتبار هسه؟ ما أدري. أنا أحس نفسي بدوامة لا شيء، دوامة ما تنتهي، مستمرة ما تنتهي إلا ينقطع نفسي.
أمي شلونها؟ زينب. وأبويا؟ أبوك ده يعالج سرحان. ليش لا؟ يريد يشوفك آخر لحظة، آخر أمنية، يشوفك أنت سرحان. شو يشوف مني؟ شوف جحودي، شوف طمعي. أنا صرت طماع. طمع بدي غلغل بكياني، قام يسري ويا دمي. أنا ما تغيرت نفس ذاك السرحان، ما تغيرت. قمت ارجع لي ورا. أنا ما أعرف المحبة، ما أعرف الكره، ما أعرف هالمشاعر، ما أعرفها، غريبة علي. معقولة سرحان؟ معقولة ونص. الزمن سواني طاحونة. وأول من طحن هو أنا. ما يخالف عيني، ما يخالف. أبوك يريد يشوفك. لا، خليه يموت هو، ماخذ عني آخر فكرة. فكرتك كانت صحيحة. أنا سيء نجلة، أنا سيء. ما أريد أروح لأني لابس وجه ملاك. وينهم رديفة؟ وينهم؟ يجون حجي، يجون. وصينا لهم إن شاء الله يجون. إن شاء الله. صحيح بنتي. بابا أنت ما تعرف شغلهم. سرحان مسافر للموصل على مود المعمل ماله، وجميل باكر يجي من السفر من الخارج. يعني هم عرفوا أنا هنا؟ يعرفون حجي، يعرفون، وقعنا لهم على أثار، وإن شاء الله يجون. بابا أنا موجود، والغايب عذره وياه. يعني وهاي تالية ابن عادل. مو بالحيف بابا، مو بالحيف يا معود، انت الاساس. احنا بليا كل شيء ماكو، بس يعني انت تدري سرحان طلع من عندنا مكسور، وجميل انت ما رضيت عليه. اني ما اريد منهم شيء، بس اريد اشوفهم اخر شوفه. اريدهم يهبوني، اريدهم يسامحوني. عمرك طويل عمي، وتعيش لنا ان شاء الله. بنتي جميلة، انت طلعتي خوش بنية وبالتوادم. عادل، هاي البنية خلتني آمن اكو بعد ناس طيبين. دير بالك علي يا ابني، دير بالك على البنية هاي، دير بالك. رديفة، أريدك تبقين قاعدة يمي، حتى كل ما أغمض عيني وأفتحها أشوفك قبالي رديفة. إيه قبالي. بنتي نجلة، أريدك تحققي لي فد شي اللي ما حققتيه بحياتي. تزوجي بنتي، تزوجي. ايش قلت؟ تأثيرات من هالمرة؟ ابعد عقلك وفكرك عن جليل. الولد كبره وسرحان، بعدين جليل شاف نفسه وشاف له مصلحة، تزوج وصارت له عائلة. عوف الناس بحالها سرحان. لا مدى أشوف أنت وأخوتك يوميا جايين بمشروع. فؤاد يقول ندفع له حصته بالكامل، وإذا يريد يشتري المعمل. غنية، أنا مو بحال المعمل ولا بحال الفلوس. أنا خاف تصورون أنا دا أبوكم بالوقت اللي أنا دا أتعب على مودكم، على مود مصالحكم، لا أكثر ولا أقل. بس ما طول صارت هالشكل زين. ادفعوا لي ضعف حصتي بسعر المعمل هالايام، ها، وبوكاله بحصتك. وكالة لوش؟ هذه الولدي. ولدك صغار،
انت اخذتيها الوكاله من بعيد، هسه ترجع بالتصرف الكامل عدا البيع والتاجير، لا باس. اوافق. بس اذا لغت الوكاله من حقي اتصرف. قصدك؟ يعني انا من اشعر بعدم ثقه الاخرين بي حتى لو من اقرب الناس الي، من حقي اتصرف. شو تسوي يعني؟ لا لا لا، لا تخافين، ما اتعرض لمصالحكم ولا اتعرض لاخوتك، هاي اوقع لك عليها. لعد؟ يعني انت تحرمين علي انا اشوف مصلحتي وين واطورها. ما دافعك سرحان. الزمن راح يخليك شلون تفتهمين. انت شو ناوي سرحان؟ لا لا، ما ناوي شيء، ما ناوي شيء غناوي. زين، دفعوا لي نص مليون واعطيك كلام اني للموصل بعد ما اوصل. تعوفني سرحان؟ لا شلون اعوفك يا بنت الناس، بس انت تعرفين من تنتهي مشاغلي هنا أنا لازم ابحث لي على مكان اخر اطور به مصلحتي، وتعرفين شغله الغار والامونيا والادويه يعني. خابر اخوتي واشوف. اي انت حره. الو، اهلا. اي نعم، بيت ابو نمر، سرحان ذياب غنيمه. اهلا اهلا سيد عادل. جمولي، راح تبقى الشكل مثل بوذا؟ الدنيا ما تسوى صفنات وتأمل. قوم. وين؟ ما تنام. تصورين اني تاخذ نوم وابويا ينازع الموت؟ اي المفروض كان تروح له. بس شو ما شفت هذا على وجهك؟ شو تشوف يعني؟ هو ابويا لو ابوك، بعدين هاي انت مو اني. بس دا احسك ما راضيه. لا بس يبقى ابوك. هاي شنو النوب؟ بدنا نلعب احنا؟ لا بس انا اتصور انت نسيتهم لاهلك او استنكفت منهم زمن بحاله. يلا لا تدير بالي، ممكن واحد يعالج عثرته. شلون يعني؟ انت تعرف اني ليش منعتك من بيت اهلك؟ ايه بسبب وضعك. عافيه، لان تعرف النتائج خساره مؤكده. تروح لاهلك يعني انا اروح سبيل حالي وجهالك يشردون، مو هالشكل؟ حبيبي بعدين احنا كبرنا، مو قد البهدله والنوادي. تمام؟ ايه ومن يروح ابوي يخاف حملك. ذكي، كان المفروض من هذا المنطلق تفكر بابوك. احس نفسي تافه. انت دائما توصل للنتائج متاخر، مو هالشكل؟ الفواتح مناسبات، فضل ورا فضل والناس علاقات. تمام يا ابو روز لو لا؟ أنا مو من الناس اللي يفرطون بأواصر الأهل، ولا من الناس اللي ينكرون أصلهم حتى أفكر هالشكل غناوي. بس فكر
تذكرت هالشكل من مات بابا. اتصلت بالتليفونات على كل المعامل اللي بالموصل، استطلعت عنهم وبعد الفاتحة رحت لهم واحد واحد. أتصور كانت خوش مناسبة مو هالشكل؟ بس هاي المناسبة جابتك للوجود. الناس اللي عرفناهم احنا ارتبطنا وياهم بمصالح. تعجبني من تصحى على زمانك أبو نمر، تعرف حق الناس وحق الأهل وتنسى وكسات الدرب. انت مو طبيعية غنية. خابروش لو انت خابرتيهم. اللي خابر عادل أخوك. إيه بس انت ما جاوبتيني من سألتك. اسمع سرحان، اخوتي موافقين ومن باكر كل شي يصير إلك. ابويا مات. اي لازم نسوي له جنازه تليق بيه. الفاتحه نسويها باكبر جامع. لازم ننطي خبر للجريده. اي بحروف بارزه وبمكان بارز ايضا كبير. الحروف لازم تكون والاشاره الاسمي بس. هذا ابونا. حق علينا، حق علينا جميل. يلا.